قصة بتحصل كل يوم. ميدو كان عبقري في طفولته، وعلشان كده راح معسكر من كل الجنسيات، وهناك اتعرف على كوجي من اليابان. وميدو خد المركز الأول على كل أطفال المعسكر، وده اللي خلاه يحلم إنه يبقى حاجة كبيرة قوي في بلده لما يكبر. وبعد سنين ميدو بقى بياع في بازار، وقابل كوجي في فوج ياباني اداله بقشيش كويس قوي. والسبب إن السنين اللي فاتت بالنسبة لميدو وكوجي كانت بالنسبة للعلم. كوجي تجارب علمية في المدرسة في مجموعة العلوم الترفيهية. ميدو قراية روايات ملف المستقبل في الأجازة عشان ما فيش وقت والمدرسة ما فيهاش أصلا معامل. مذاكرة المواد الدراسية. بما إن النجاح في المرحلة الإلزامية لا يعتمد أساسا على الامتحانات، يعني ما فيش ضغط ولا قلق، فكوجي كمل تجاربه اللي عرفته إنه بيحب المكن والمصانع. دروس في المدرسة ودروس في البيت، وحل واجبات الدروس في المواصلات من المدرسة للبيت. جودة التعليم في الفترة ديت، التعليم مجانا لحد إعدادي، وبعد كده كوجي اختار اللي هو عايزه في ثانوي عشان هيشتغل بيه، ولأنه زي معظم الشباب الياباني اختار النوع المهني عشان الصناعة هناك أهم حاجة. ميدو التعليم مجانا لحد الجامعة، لكن مصر أساسا ما فيهاش غير 187 مدرسة حصلت على الجودة من 43 ألف مدرسة. ميدو ما دخلش طبعا ولا واحدة فيهم، لأن كلها مدارس أجنبية. وجودة التعليم دي يعني طلاب ابتدائي وإعدادي بيعرفوا يقروا ويكتبوا ولا لأ. النتيجة كوجي اتخرج من ثانوية مهنية واشتغل في مصنع 4 سنين، حول فيهم مصاريف دراسته في الهندسة، وحقق حلمه إن يبقى عنده مصنع صغير يقدر يكبره ويصدر منه اسم اليابان للعالم كله. ميدو اتخرج من كلية تجارة في 4 سنين، وكان بيحفظ الملازم قبل الامتحان في ساعتين، واشتغل مندوب مبيعات فترة، بعدين حقق حلمه بإنه يبقى بياع في بازار في شرم ويجيله بقشيش بعملات العالم كله. وطبعا لما ميدو شاف الفوج الياباني كان نسي إنه اتفوق على كوجي في المعسكر، وكل اللي فكر فيه إنه اتفوق عليه في بيع التذكارات بأضعاف أسعارها. يا ترى المشكلة فين؟ في ميدو ولا في التعليم؟ والمرشحين لرئاسة الجمهورية شايفين ايه الحل علشان ولاد ميدو اللي اتولدوا أذكياء ما تتكررش معاهم القصة؟ نحب نسألهم: هل تؤيد استمرار مجانية التعليم حتى نهاية التعليم الجامعي؟ كيف يتم تطوير التعليم الحكومي والبحث العلمي؟ هل ترى أن الحل لتطوير المناهج التعليمية التعديل في النظام القديم ومناهجه، أم تغيير نظام التعليم المصري بالكامل؟ وانت كمصري اتفتحت لك سكة انك تشارك في نهضة بلدك، نحب نعرف رأيك.